السلام عليكم. أنت لو دخلت لهذا الفيديو فأكيد تريد أن تصبح فيتيوبر، بس يعني ما تعرف الطريق المناسب. تبعني خطوة خطوة وإن شاء الله حتى تزبط معك. شوف، أول شيء لازم تدخل على جوجل، تكتب هذه العبارة، راح تخرج لك يعني موقع، اضغط عليه، اذهب إلى خانة البحث هناك، اكتب هذه الكلمة. بعد ما تكتبها انزل الأسفل، حتلاقي 500,000 ين، حولها إلى صفر حتى يخرجوا لك الموديلات صفر دينار يعني مجانية. ابحث عن الشخصية اللي تعجبك، بعد ما تختارها اضغط على تنزيل. بعد ما ينتهي التنزيل اضغط على تطبيق الملفات، من هناك هندخل الملف للموقع. شوف الخطوات سهلة. أول شيء اضغط على ملف تنزيلات، ابحث عن الملف اللي أنت نزلته، اضغط عليه ضغطة شوية مطولة. بعد ما تضغط عليه ضغطة مطولة حتخرج لك قائمة، اضغط نسخ، ارجع شوية للخلف، اضغط على اندرويد وثم هنا ابحث عن التطبيق، اضغط عليه. بعد ما تضغط عليه وثم هنا، ثم اضغط هنا وثم هنا، ثم تضغط على الملف مرة أخرى. ولأكون صريح معكم وتعرفوا قديش أنا حمار، ما بعرف إذا كنت اضغط هون استخراج هنا أو استخرج أو استخرج اسم الأرشيف. لهكذا بنصحك تضغط عليهم في 3 ثم تطلع وتدخل على التطبيق. وأول ما تدخل على التطبيق هتخرج هذه القائمة الصغيرة، اضغط هنا وابحث عن سكين خاص بك، ومبروك عليك صرت فيتيوبر رسميا. ورسالة لأي شخص يظن أنني اعتزلت الفيتيوبر، أنا لم أعتزل الفيتيوبر، أنا فقط أبحث عن مجسم فيتيوبر يكون جميل أحسن من المجسم الذي كنت أستخدمه يعني.